سنتحدث فضيلة الشيخ عن السيدة عاشية رضي الله عنها، لكن نذهب قبل ذلك إلى إمارة الفجيرة لنرى كيف هو التفاعل هناك مع عبد العزيز بوبر. عبد العزيز، لو تنقل لنا صورة من مركز سيتي سنتر ورأينا الأطفال يشاركون التبرع لإخوانهم في الإمارات الأخرى، كيف هي الصورة من عندك؟ نعم، سوريا الحبيبة في قلب كل إماراتي وفي قلب كل مقيم. اليوم شهدنا أو جاءنا متبرعين أجانب سألونا عن الفعالية، لم يكونوا يعرفون ما الذي يحصل. قلنا لهم أن هذه الفعالية هي لإغاثة إخواننا في سوريا، فكانوا سعيدين بالتبرع. أيضا موظفين في سيتي سنتر الفجيرة قاموا بالتبرع بشكل شخصي من أنفسهم. سوريا لا شك أنها تحتل مكانة مهمة في قلوب كل المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات، لكن اليوم التبرع لم يكن بالقدر الكافي بصراحة. هنا في الفجيرة كان في تبرع، ولكن كنا نطمح للمزيد. خلف منصة هيئة الهلال الأحمر لم يتجاوز فيها أو لم تتجاوز فيها التبرعات بضعة عشرات من الآلاف. كنا نتمنى أن تكون مئات من الآلاف. يعني هنالك الكثير من الأشخاص الذين يتألمون لا شك من الوضع في سوريا، يألمون ويعني يؤلمهم ما يحصل من معاناة للشعب السوري. نقول لهم، لهؤلاء الموجودين هناك يتابعوننا من خلال شاشات التلفاز، تعالوا وتبرعوا، فهذه فرصة فعلا لأن نثبت أننا قلب واحد وأننا متفاعلون مع القضية السورية. إذا كان الوقت يسمح فلتسمح لي أن أستضيف مدير الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية السيد سعيد الحمودي. أستاذ سعيد، لم يكن التبرع بما نحن نريد، بما نطمح. كيف كان التفاعل اليوم وماذا تطمحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التفاعل لا بأس به على حسب توزيعاتنا في المواقع المنتشرة في الساحل الشرقي، إلا أنه كما أسلفت سابقا أن التبرع هنا اليوم تقريبا قليل نوعا ما، ولكن نتمنى إن شاء الله أن التبرع يزيد أكثر من الحاصل في الوقت الحاضر، ومن هذا المنطلق إن شاء الله نتمنى من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات إن شاء الله أنهم يجاوبوا أكثر وأكثر. والحمد لله يعني وصلتنا اتصالات من بعض التجار وقاموا بالواجب الحمد لله بإذن الله. إذن هي وعود بالتبرع، لم يحصل شيء على أرض الواقع، ولكنها وعود إن شاء الله تكون قريبة إلى التنفيذ إن شاء الله. لا، بعضها الحمد لله حصلت، الحمد لله حصلنا على التبرعات الحمد لله من بعض الأخوة التجار. نعم، لكن التبرع اليوم وصل إلى 1,000,000 درهم من جمعية الفجيرة الخيرية، ثم في مبلغ من فاعل خير تقريبا في حدود 400,000 موجودة. نعم. إذن هذا تصريح بأن 400,000 أخرى غير المليون هذا اللي من قبل الجمعية الخيرية، في مليون من فاعل خير، 400,000 من فاعل خير. شكرا لك أستاذ سعيد الحمودي مدير الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية بالإنابة. شكرا لك. شكرا. إذن وعود وأيضا 400,000 درهم قادمة من فاعل خير. أيضا تواصلنا مع مدير المنطقة الحرة بالفجيرة السيد شريف العوضي، هو أشار إلى أن بعض الشركات سوف تفتح أبوابها غدا، وبإذن الله يعني بإمكانهم أن يتواصلوا أكثر مع الشركات الموجودة في المنطقة الحرة بالفجيرة. ووعدنا هو شخصيا وغيرهم من المسؤولين في إمارة الفجيرة عبد العزيز أن الوعود هذه أن يكون يوم غد تنفذ وتلبى طبعا، وبشرك يعني أن الرقم وصل إلى أكثر من 107 مليون.